فأمي استغربت، قالت: "كيف هذا الصوت؟ يعني من وين هذا الصوت؟" دخلت الغرفة وشافتني قاعدة أعزف، فقالت لي: "أنتِ أنتِ من علّمِك هذه المقطوعة؟" قُلت لها: "ما أحد علّمني، أنا شُفت نفسي إني أريد أعزفها وعزفتها." السلام عليكم، معاكم زهرة اليوسف، عازفة بيانو عمانية وعالمية. مثلت بلادي الحبيبة عمان في الكثير من المحافل المحلية والعالمية. ما يميزني إني أنا تعلمت العزف بنفسي ولم أتلقى تعليم من أي جهة تعليمية، وموهبتي منذ الصغر من عمري 4 سنوات وإلى الآن موهبتي هي مصدر رزقي. من أنا وطفلة صغيرة حدود 4 سنوات وأنا أستمع للمقطوعات الكلاسيكية. المقطوعات الكلاسية مثل ما الأغلب يعرفها هي بآلة البيانو، لأن المقطوعات الكلاسيكية مقطوعات راقية جداً والبيانو آلة راقية جداً، فتمثل آلة البيانو 90% من المقطوعات الكلاسية، سواء كانت مقطوعات موسيقية أو غنائية. ولذلك أنا عشقت آلة البيانو وصوت آلة البيانو منذ الصغر، وقررت إني أنا أبدأ بالتعلم. في عدة لحظات ومحافل حسيت فيها بالفخر، سواء محلية أو خارج السلطنة، ولكن في لحظة ما أقدر إني أنساها، كانت في دولة ليثوانيا في العاصمة فيلنيوس. عزفت في مسرح كبير ومعروف جداً في دولة ليثوانيا مع فرقة موسيقية كاملة من الأوركسترا الليثوانية. الجميع كانوا يمشوا على نوت ماسكين نوت ويتبعوها، وأنا كوني إني أنا موهوبة بالعزف وغير متعلمة فما أقرأ النوت، فكنت تقريباً مع 30 شخص ماشية بفرقة موسيقية كاملة وبعزف مقطوعة موسيقية كاملة اللي هي كانت مقطوعة موسيقية وطن من شمس من ألحان سيد خالد بن حمد، وعزفتها مع الأوركسترا الليتوانية بدون نوتة. فهذه كانت من أكثر اللحظات اللي حسيت فيها بالفخر بنفسي إني قدرت أعمل هذا التحدي، والحمد لله كانت حفلة جدا جميلة. أوكي، هذا سؤال جيد. بما أني أنا ما تعلمت العزف، فتقدر تقول أن أنا كيف لقطت أول مقطوعة بالنسبة لي. أنا ذكرت أني أنا كثير أسمع للمقطوعات الكلاسيكية من أنا وصغيرة. المقطوعة اللي شدتني أكثر شيء هي مقطوعة فور إليس لبيتهوفن. في البداية حبيت إني أنا أعزفها، وكان عندي كيبورد، ما كان حتى عندي بيانو، وأنا أصلاً ما كنت أعرف إن عندي الموهبة إني أقدر أنا أعزف أي مقطوعة بمجرد السماع، يعني أذني تلقط أي مقطوعة وأقدر إني أترجمها على البيانو. أنا ما كنت أعرف نفسي عندي هالموهبة، وسبحان الله مرة من المرات كنت أحاول إني أعزف فور إليس وعزفتها على الأورج. فالوالدة كانت ماشية من جنب الغرفة وسمعت مقطوعة فور إليس تطلع من غرفتي، وأنت تتكلم تقريبا قبل 30 سنة، ما كان في يعني إنترنت، ما كان في يعني مسجلات وهذه الأمور اللي مثلاً الممكن الواحد أنه يحط مثلاً شيء في غرفته وميوزك وكذا. فأمي استغربت، قالت: "كيف هذا الصوت؟ يعني من وين هذا الصوت؟" دخلت الغرفة وشافتني قاعدة أعزف، فقالت لي: "أنتِ من علّمِك هذه المقطوعة؟" قُلت لها: "ما أحد علّمني، أنا شُفت نفسي إني أريد أعزفها وعزفتها." فأمي عرفت من هذيك اللحظة إن أنا عندي موهبة وأذن موسيقية. كل يعني كل نوع وله جماله بصراحة. يعني لمن أعزف بروحي أخذ راحتي أكثر، لأن أنا أحب إني أضيف بصمتي الخاصة ولمستي الخاصة في العزف، ما أعمل كوبي بيست من أي عزف ولا من أي مقطوعة. فأحس ممكن إني أبدع أكثر وأطلع من قلبي
مقاطع ارتجالية أكثر بمعنى أصح. ولكن أيضاً لمن أعزف مع أي عازف آخر أيضاً الموضوع له جمالية وكشو أيضاً جميل. من أنا وصغيرة أسمع الموسيقار العالمي يعني، وأحب أسلوبه في العزف كثير وكثير. يعني كنت أتمنى إني في يوم من الأيام ألتقي فيه، وفعلاً حضر هو عمان في أحد المرات وأنا حضرت الحفلة، لكن كنت أتمنى أن تصير فرصة وأعزف معاه، ولكن يمكن هذا الشيء يمكن يكون صعب، ولكن هي أمنية في قلبي إني أعزف مع الموسيقار يعني في يوم من الأيام. ومن الموسيقار العرب، من الموسيقارين العرب أحب عمر خيرت، وأتمنى ألتقي فيه وأعزف معاه أيضاً. والله أنا عزفت في كثير أماكن يعني جميلة وحلوة، بس في مكان كان جداً صعب إني أحصل فيه تصريح وأعزف فيه، وهو كان مدينة سيتي ووك اللي في دبي. بس سبحان الله الجماعة ما قصروا، وعزفت هناك في فترة العيد الوطني السادس والأربعين. أنا كثير أحب صوت الجيتار، وأحسه لأنها يعني تشبه البيانو، أنها آلة وترية، فإذا كنت ما أقدر إني أعزف على البيانو كنت راح أتجه للجيتار. بالنسبة للقطع الموسيقية على حسب القطعة اللي تدخل مزاجي، مو مهم إذا كانت صعبة أو سهلة، بقدر ما إني أنا أحس بشعور جميل أنا وأعزفها. على فكرة في حاجة أنا أريد أذكرها، ترى كثير ناس لما تيجي تتعلم العزف تبدأ بمقطوعات صعبة، وتبدأ بمقطوعات يمكن حتى يعني ما فيها إحساس أو ما فيها feeling، فالواحد يمل، يبدأ يصير عنده ملل. فالواحد لازم لما يعزف الشيء اللي هو يحبه أولاً، علشان هو يكون مرتاح وهو ويعزف، خاصة للشخص اللي يعزف بدون نوتة ويعزف بإحساسه. ضروري أن لما يعزف المقطوعة يكون هو حاب هالمقطوعة، يحس أنها تعطيه نوع من الفيلينج أو الارتياح اللي هو يقدر أنه يحس فيه بشعور جميل. طبعاً أنا دائماً أترجم أحاسيسي بالعزف، حتى لما أنا أكون أحس بضغط أو أحس باكتئاب أو أحس بأي حزن، على طول أروح على البيانو وأعزف وأفرغ مشاعري السلبية كلها. طبعاً بالنسبة لتعليم البيانو يكون بطريقتين. الطريقة الأولى إذا الشخص عنده الأذن الموسيقية أو يحس نفسه أنه هو يقدر أنه يتعلم البيانو بدون لا يقرأ النوت، فأنا أنصح كل شخص يعني حاب أنه يتعلم بهالطريقة أنه يكون عنده آلة موسيقية، ياخذ له آلة موسيقية فيها كيبورد، يعني مو شرط تكون بيانو، ممكن حتى أورج، ممكن أكورديون، أهم شيء آلة فيها كيبورد يبدأ بالتعلم عليها. إذا حس نفسه أنه قادر يكمل فممكن يشوف فيديوهات تعليمية على اليوتيوب أو أي قنوات تعليم، وإذا حاب يتطور أكثر يدخل دروس تعليم ويبدأ التعلم عن طريق النوتة الموسيقية إذا حب أنه يطور أكثر من نفسه. بالنسبة لي أنا الواحد مو شرط أنه يتعلم العزف على أساس أنه يشتغل بهال يعني الشغلة أنه يكون عازف وكذا. بالنسبة لي أنا الإنسان إذا يعرف حرفة فنية أو موسيقية تحديداً، هذه يعني الحرفة الموسيقية أصلاً تصقل روح الإنسان، تخلي الإنسان دائماً يعني روحه تسمو، لأن الإنسان الموسيقي أصلاً دائماً يكون غير عن الإنسان العادي. هذا شيء أنا لمسته في كثير ناس موسيقيين وفنانين. فالموسيقى أصلاً يعني تصقل الروح. أنا بالنسبة لي أن الموسيقى يعني هي غذاء الروح مثل ما يقولوا، وهي لغة الشعوب. يعني أنا أسافر دائماً كثير بلدان بدون لا أتكلم كلمة واحدة، بس أحس بمحبة الناس لي. ناس من مختلف الجنسيات، من مختلف الثقافات، بس سبحان الله الفن يدخل في القلوب، خاصة الموسيقى هي لغة الشعوب. فأنا دائماً أنصح وأقول لأن اللي يحب يتعلم العزف يعني go ahead، لأن هذا الشيء لك أنت زين، يعني
لروحك أنت. أصلاً أنا ما جالي أشوف شخص عازف أو فنان موسيقي شرير، سبحان الله. دائماً الإنسان الموسيقي يكون طيب، يكون عاطفي، يكون يحس بالآخرين، وهذا الشيء أنا شفته في أكثر من فنان وموسيقي. فهذا فقط يعني اللي أحب أن يعني أقوله. أنا يمكن كنت محظوظة إن أنا موهبتي قدرت إني أشتغل فيها وكانت مصدر رزق، ولكن هذا مو شرط. أنا حتى إذا ما كانت هذه الموهبة مصدر رزقي، أنا كنت باكون فخورة بنفسي، إني أنا أقدر إني أنا أفرغ الطاقة السلبية اللي عندي، وإني أغير مزاجي بالموسيقى وبالعزف. السوشيال ميديا هو الإعلام العصري حاليًا اللي مُعتمد فيه على التسويق بشكل أساسي يعني. فأقدر أقول لك أن التسويق لموهبتي وللbusiness تبعي هو اللي هو العزف والموسيقى عن طريق السوشيال ميديا، في البدايات وإلى الآن أيضًا، يعني ما لنا غنى عن السوشيال ميديا أكيد علشان نوصل لأكبر شريحة ممكنة من الناس، وداخل وخارج عمان. والحمد لله السوشيال ميديا ساعدتني كثير على الانتشار، في كثير ناس يعني يطلبوني من خارج البلد لأعراسهم، لحفلاتهم، وهي تعتبر كCV أو كسيرة ذاتية، يعني الواحد ممكن إنه يدخل ويتصفح ويشوف ويعرف أنت إيش تقدم. فضرورية جدًا السوشيال ميديا في هذا العصر بصراحة. بالنسبة للتأليف والتوزيع الموسيقي، أنا بديت فيه، كانت خطوة يعني جدًا جريئة. أنا كان في بالي إني أبدأ هالمجال من زمان بصراحة، ولكن كنت متخوفة إني ما أنجح فيه. بس متى اضطريت إني أبدأ فيه؟ في فترة كورونا، لأن شنو صار في فترة كورونا؟ توقف شغلي مثل ما توقفت أشغال ناس كثير، وأنا شغلي يعتمد على الإيفنتات والحفلات والأعراس، وطبعًا في فترة كورونا توقف كل شيء، فحرفيًا أنا صرت بدون شغل. فكان لازم إني أشتغل، بس إني أشتغل من البيت. فكيف أشتغل من البيت؟ فعملت لي استوديو خاص في البيت، استوديو يعني بسيط ولكن يمشي الحال، على أساس إني أقدر إني أعمل فيه مقطوعات موسيقية، سواء زفات للعرايس، يعني ما أقدر إني أروح العرس وأعزف للعروس الزفة، فقلت إني بسجل لها في البيت هاي كواليتي زفات وكذا. وطبعًا الزفة لازم يكون فيها يعني آلات أخرى غير البيانو. فأيضًا اشتريت لي برنامج للتوزيع الموسيقي، واشتريت لي مكتبات صوت، وبديت أشتغل وأعمل زفات. والحمد لله بديت في هالمجال، للآن أنا مع إنه خلصت كورونا، بس للآن أنا في هالمجال، والحمد لله تجيني طلبات كثير زفات عرايس داخل وخارج عمان. وبالإضافة للزفات الموسيقية، أنا أعمل branding music اللي هي الهوية الموسيقية للشركات والمنتجات، مثلًا عطور، مثلًا شركات يعني مختصة بأشياء معينة، خدمات. ففي نوعية من الموسيقى اللي يسموها البصمة الموسيقية أو الهوية الموسيقية، هذه مرتبطة باسم البراند، من تسمع هذه الموسيقى تتذكر البراند الفلاني. فهذا النوع من الموسيقى هي ثواني بسيطة، ولكن هي يعني بصمة موسيقية تتركز في العقل، يعني الواحد ممكن إنه يتذكر البراند بمجرد سماع هالموسيقى. فهاي النوع من الموسيقات أنا أيضًا أعمله يعني. أنا عندي مقطوعات من تأليفي، ولكن إلى الآن ما جمعتهم وحطيتهم في ألبوم. يمكن لأنه أحس أن أحتاج وقت أكثر على أساس أقدم شيء يعني professional أكثر ويليق بالجمهور أكثر. ولكن عندي مؤلفاتي اللي هي ال مثلًا للشركات وللمنتجات، هذه كلها من مؤلفاتي أنا يعني، وفي كثير ناس يسمعوها ويحبونها يعني. بس إن شاء الله كمقطوعات خاصة طويلة، يعني مش ثواني أو مش أشياء بسيطة يعني. إن شاء الله يعني أتمنى أن ربي يعني يوفقني وأعمل شيء خاص لجمهوري إن شاء الله. بالنسبة لأكثر موقف مخيف وتوترت فيه، لما كنت في دولة ليتوانيا، عزفت مع الأوركسترا الليتوانية مقطوعة من التراث الليتواني، ويعني مقطوعة جديدة علي. بس
حاولت إني ألقطها بالسمع، بس تقريبًا 30 نفر من الأوركسترا كانوا يعزفوها بنوت ومتقنيها، وأنا كنت على البيانو بدون أي نوتة، فكنت كثير متخوفة، بس قُلت لأ أعتبره تحدي وإن شاء الله باقدر، والحمد لله بمجرد سمعي للمقطوعة مرتين أو 3 مرات تقريبًا، يعني ما سمعتها كثير والله، بس قدرت إني أنا أمشي مع الأوركسترا وعزفت الكوردات الصحيحة الحمد لله معاهم، فهذا الشيء كان جدًا يعني جدًا مخيف بالنسبة لي، والحمد لله عدّى على خير، وأنا فخورة إني أنا قدرت إني أعمل هذا الشيء الحمد لله. في كثير ناس يقولوا لي يعني أنتِ لايق عليكِ تكوني عازفة بيانو، يمكن لأني أنا عاطفية وحساسة، فهذا الناس اللي يعرفوني يعني. فأيوه أنا بالنسبة لي حتى آلة البيانو أحسها آلة أنثوية، يعني لمن تكون عازفة بيانو غير عازف بيانو، أحس البيانو أصلًا خُلق للأنثى، يعني فعلًا لمن أنا أعزف على البيانو أحس حالي إني أنا يعني عندي ثقة في نفسي، قوية، قادرة إني يعني المشاعر اللي أحس فيها ما أقدر أوصفها، مشاعر جميلة جدًا، وأنا 10 سنوات في هالمجال وكثير حابة مجالي، وما أفكر في يوم من الأيام إني مثلًا في شي يمنعني إني أتوقف، لأنه يعني فعلًا حابة هذا المجال كثير، ومثل ما ذكرت أن العزف بالنسبة لي أنا يترجم مشاعري، يترجم أحاسيسي، حتى مرات أكون زعلانة الموسيقى اللي أعزفها تكون حزينة، فالناس اللي جالسة تحس تقول لي ليش عازفة اليوم حزين؟ أنتِ متضايقة؟ فهذا الحلو في العزف أن الواحد لما يعزف بالفطرة أو بالموهبة سبحان الله كأنه شيء من روحه أو من أحاسيسه تظهر في الآلة. اللي هو العزف بدون نوت. هو بالنسبة لي أنا مو صعب، لكن متى يكون صعب؟ لمن أكون مع فرقة أو لمن أكون مع عازف آخر أو عازفين آخرين، فيكون علي load أكثر، لأن يعني العازفين الثانيين يكونوا already جايبين النوت ويمشوا عليها، أما أنا لا، أنا لازم أحفظ اللحن، فحفظ اللحن وإني أسويه على طريقتهم هم مش طريقتي أنا، هذا شوية شي فيه صعوبة، ولكن بالعكس يعني يمكن في البداية كان في صعوبة، بس الحين الحمد لله ما في أي صعوبة، ولكن أنا يعني بصراحة أفكر إني أتعلم النوتة علشان أكون professional أكثر. تجربتي في مشاركتي في كأس العالم كانت من أجمل التجارب في حياتي، أنا كنت مطلوبة في أكثر من فعالية من فعاليات المصاحبة لكأس العالم، كنت في مول الحزم، كنت في معرض العطور الراقي اللي يعملوه في قاعة الحزم سنويًا، كنت أعزف بيانو هناك، وأيضًا كنت في فنادق اللي كان فيها المنتخب نازلين، كنت هناك بعد أعزف بيانو، أكثر فندق كنت قعدت فيه فترة طويلة تقريبًا 4 شهور كان فندق السانت ريجز في قطر، وبصراحة تجربتي في قطر كانت جدًا جميلة يعني يعني كانت في الفترة الذهبية اللي فعلًا أنا استفدت كثير، وقدرت إني أنا أوصّل يعني موهبتي لأكبر عدد من الناس، بحكم أن ذيك الفترة كان في كثير ناس من كل العالم جايين، فالحمد لله يعني حتى حسابي على السوشيال ميديا صار أقوى في هذيك الفترة، فأنا استفدت من جميع النواحي، وأنا أيضًا يعني كنت مستانسة في هذيك الفترة، إني أنا كنت الحمد لله يعني في مكان الناس حابة هي أصلًا يعني متوقعة إنه في فعاليات، فكانت متفاعلة معاي كثير، فحلو أن أنت تكون في مكان وتشوف تفاعل وتشوف يعني ناس حابة أنت إيش تعمل، فالحمد لله تجربة جميلة جدًا كانت بصراحة. هذا سؤال جيد، على فكرة كثير ناس يسألوني هالأسئلة، أنتِ كم عدد المعزوفات اللي تحفظيها؟ لأنِك أنتِ ما تقرأي نوتة، فكيف تعزفي بدون ما تكون قدامِك نوتة يعني أنتِ تحفظي؟ ففي ناس إيش تفكر إني أنا أحفظ أماكن المفاتيح، لأ أنا ما أحفظ أماكن المفاتيح بتاتًا، أنا خلّيني أشرح لك بطريقة مختصرة، أنت تعرف الحروف الأبجدية كلها 28 حرف تمام؟ لو أحد قال لك اكتب لي هذه الكلمة بالعربي وأنت ما كاتبها في حياتك ولا مرة،
بس راح تقدر تكتبها ولا لا؟ راح تقدر، لأنك تعرف الحروف العربية كلها، فتعرف أنت تتهجى وتشكل الحروف جنب بعض وتكتب الكلمة بصحيحة 100%. هذا اللي أنا أسويه. أنا أعرف النوت كلها، أعرف كل مفتاح وإيش الصوت اللي راح ينتج عنه. فأنا ما أحفظ، أنا أحفظ المقطوعة بس، ما أحفظ الأماكن. بعدين المقطوعة أنا أترجمها، أتهجاها بطريقتي الخاصة على الكيبورد. فهذا اللي يصير. وأنا يعني مثل ما ذكرت ما أحب إني أنا أعزف المقطوعة كوبي بيست، يعني مثل ما هي بالضبط، لازم أضيف لمستي، لازم أعمل شوية لحن ارتجالي، حتى الرذم أعمله بطريقتي الخاصة. وهذا اللي يميزني يعني، أو يميز أي شخص يعزف بالفطرة أو بدون نوتة، أنه يقدر يحط شيء من روحه ومن فنه في المقطوعة. يعني في مرة سمعت تعليق من أحد الأشخاص اللي دايماً يحضروا لي، يقولوا لي يعني أن عزفك صار معروف، يعني لما أسمع عزفك أعرف أن هذا عزفك أنت، أميزه. ليش؟ لأنك أنت بتحطي بصمتك في العزف. فصرنا نعرف أن هذا عزف زهراء، على طول نعرف في ألحان ارتجالية، في رذم مختلف، في أسلوب مختلف. فعشان كذا أنا يعني يمكن هذا أحد الأسباب اللي يخليني حتى لو تعلمت النوتة ما أستخدمها في العزف، إذا كنت أعزف بروحي طبعاً يعني. طبعاً مثل ما ذكرت أنا من عمري 4 سنوات وأنا أعزف، ولكن ما كنت أعزف في أماكن عامة، ولا أصلاً كان حد يعرف عني. كنت بيني وبين نفسي، يمكن ما كانت عندي الجرأة هذيك الفترة إني أطلع في العلن أو في العام. ولكن القصة بدأت لمن جربت الشغل في سوق العمل، وحسيت أنه لأ، أنا ما أحب إني أكون أشتغل تحت رئاسة مدير، أو يعني بشكل إني أنا يكون علي مدير أو كذا. أنا أحب أكون حرة، أحب يكون عندي مشروعي الخاص. فقعدت أفكر، أقول أنا في شنو شاطرة، كيف ممكن أبدأ بزنس تبعي أو يعني شغل تبعي. فقلت خليني أبدأ في الموسيقى بما أن أنا أعزف وكذا، بس حقيقة ما كان عندي أي بلان كيف إني أبدأ. ولكن قلت خليني أبدأ من الحفلات ومن الأعراس. بديت مشروعي الأول من نوعه في عمان، اللي هو العزف على آلة البيانو في الأعراس وفي المناسبات. والحمد لله كانت فكرة جديدة، يعني تقدر تقول من أوائل الناس اللي تبنيت هالفكرة في عمان. والحمد لله جابت إقبال كبير، شيء جديد يعني في الأعراس. كان هذا الكلام قبل 10 سنوات تقريباً. ومن بعدها بدأت تجيني حفلات للشركات، ومن بعدها بدأت تجيني عروض فنادق 5 نجوم. بديت في فندق جراند حياة مسقط تقريباً، كنت معاهم 5 سنوات أعزف ردهة الفندق في وقت شاي الظهيرة. وبعدها انتقلت إلى فندق كامبينسكي، وبعدها انتقلت إلى فندق ريتز كارلتون البستان. وهكذا يعني صارت هذه يعني موهبتي، صارت مصدر رزقي والحمد لله. وبعدها الحمد لله مثلت عمان بلادي الحبيبة في أكثر من محفل دولي، في مناسبات كثيرة وطنية وخاصة أيضاً وعامة. ولكن أحس أن للحين مشوار ال1000 ميل يبدأ بخطوة. أحس أني أنا رغم 10 سنوات في هالمجال، بس أحس نفسي بعدني أبداً ما راح أكتفي، وأحس أني لازم أستمر أكثر وأكثر. أنا يعني الحمد لله أمي دائماً تقول لي أنتي إنسانة طموحة، وحافظي على روح الأمل والطموح هذا اللي دائماً نشوفه في عينك يعني وفي روحك، والحمد لله. آخر كلامي أحب إني أقول أن كل إنسان ربي خلقه في هذه الدنيا يمتلك موهبة ويمتلك صنعة على فكرة، بس يمكن هو ما مكتشفها، أو يمكن هو متخوف أن يكتشفها. فنصيحتي لكل شخص، اعرف إيش اللي الله ميزك فيه عن غيرك، وحاول أنك تنميه وتطوره. وهذا الشيء يكون زين لنفسك أنت قبل لا يكون يعني تفيد فيه الآخرين أو تفيد فيه مجتمعك. ما تدري، يمكن هذا الشيء اللي أنت تتميز فيه عن غيرك، أو هذه الموهبة اللي الله أعطاك إياها، إذا نميتها وصقلتها تكون مصدر رزقك في يوم من الأيام، أو مصدر دخل آخر مع رزقك.
فأبداً أبداً لا تهملوا مواهبكم، ولما تحسوا نفسكم أن تريدوا تتعلموا أي حرفة، أي صنعة، سواء عزف، رسم، طبخ، أي شيء، لا تستهينوا بأي حرفة، بأي صنعة. ترى الواحد يبدأ من الصفر، وفجأة يعني مع السعي يحس نفسه أنه وصل لمرحلة حلوة ما كان متوقع أنه يوصلها. فأبداً أبداً لا تحطموا أحلامكم ولا تخلوا غيرهم يحطم أحلامكم. أنا بداية مسيرتي كان كثير ناس ما تؤمن فيني، خاصة قبل 10 سنوات. توها السوشيال ميديا كانت بادية، يعني كانت طريقة تسويق لنفسي جداً صعب. ما كانت السوشيال ميديا في أوجها مثل الآن، ولكن أنا قررت أني أبدأ لأن كان عندي طموح وكنت قوية أني أبدأ. فنصيحتي للجميع أن اكتشفوا إيش اللي أنتوا أقوياء فيه، إيش شغفكم، إيش الشيء اللي تحبوه، ولا تستمعوا لأي محبطين ولا أي أحد ممكن أنه يقلل من عزيمتكم. أنا أتمنى أن أكون معروفة، وأني يعني أمثل بلدي عمان في أكثر من محفل دولي، أكثر من اللي أنا عملته لبلدي. أحس أنه قليل في حق بلدي الحبيبة، وأريد أن يعني أعطي بلدي من موهبتي هذه. فحابة أني فعلاً يعني أكون سفيرة لبلدي في مجال الموسيقى، وأعرف الناس خارج عمان أن في عندنا مواهب كثيرة ومن ضمنها موهبتي. فكل الشكر للي دعموني سابقاً واللي يدعموني واللي راح يدعموني إن شاء الله. وأتمنى أن يعني أقدر أقدم رسالتي بشكل جميل ومحترم وراقي، يعني ترضيني وترضي أهلي وترضي المجتمع. وشكراً كثير.